طبعا يا جدعان لما فكرت اروح رحله الاهرامات وابو الهول وكل ده واجدادنا الفراعنه القدماء، ما حبيتش اروح لوحدي، فحبيت اخدكم معايا في اجدد من الرحله خدتها في حياتي. وهنا بصراحه كنت نفسي اروحها وانا صغير بس ما عرفتش اروحها، فقلت اروحها وانا كبير. ولأن حطيت على نفسي وانا اقدر اروحها. تعالى بقى اوريكم ونشوف ايه اللي حصل هناك وايه الجمدان اللي هناك وايه اللي حصل هناك. بس قبل ما اروح هناك تعالى بقى اوريكم بقى ايه جمال البحر وازاي. هوريكم البحر بيبدأ منين وبينتهي فين، وما بينتهيش اصلا، ده بيكمل بل بيحلو. وهنا بقى طالعين من أرض المنوفية وجمالها وخضرواتها وزرعها. المنوفية دي أكتر بلد يعني بيتم فيها الزراعة، لأن بقى فيها كمية محاصيل زراعية بشكل كبير أوي 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 أوي. هنا بقى واحنا داخلين على البحر بقى غريبة هنا إن القطر كان ماشي فوق المية نفسها، يعني فاهمني، ماشي فوق المية، ماشي ماشي في جسر كده محطوط فوق المية، القطر ماشي على المية تحتنا. وانا بصراحه بخاف من المرتفعات، ما بخافش من المرتفعات قد كده بس ليها كميه خوف بسيط. طبعا حاجه مرعبه طبعا، بس شوف البحر وجماله وطوله طويل قوي 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 فوق ما تتصوروا ازاي. حاجه في منتهى الجمال، يعني حاجه البحر ده ولا ليه بدايه ولا ليه نهايه، بس دي حاجات بتحلو. ودي احنا طبعا على نهر النيل كده، دي واحده. بعد بقى ما نزلنا من القطر جينا بقى الدور اللي احنا ركبنا الاتوبيس اللي هيودينا عند الهرم نفسه. طبعا المشوار كان بعيد جدا وكان صعب أوي 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 أوي، بس في المناظر ده كنت بنشوفها هناك مناظر جامدة أوي 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 أوي. أنا ما شفتهاش أصلا قبل كده. تعالوا أوريكم مثلا حاجة زي مثلا جامعة المنوفية. وهنا طبعا بقى أول ما نزلنا من العربية على طول أو أول ما نزلنا من الأتوبيس لقينا، شفت المنظر الجامد ده. طبعا محدش شايف حاجة بس تعالوا أوريها لكم كده أهو. شايفين مثلث صغير خالص بعيد أو المفروض نركب العربية دي بقى عشان نروح له. وبعد ما ركبنا العربية أنا كنت بحاول بقى انتحر، بس انتحر يا ابني مش موتة دي، ما في الآخر ما مش آخر الزمن أموت تحت عربية بلاك، عربية أجرة ليه أموت تحت مرسيدس. حاجة كانت تشرح النفس. فالمهم فكنا بقى من الحوار ده، هوريكم منظر يستاهل مليون جنيه، يستاهل تعب السفر ده كله وتعب والمشاوير والعربيات اللي ركبتها عشان أجيب لقطة زي ديت. بجد أقسم بالله لقطة جميلة جدا. ثانية واحدة. بصوا كده يا جدعان الحلاوة والجمال والحضارة وكل حاجة دي فعلا مصر، دي جمال مصر والطعام ديت عجيبة من عجائب الدنيا السبع بجد. شايفين جمدانها وحلاوتها يا لهوي، كانت حاجة جامدة جدا 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 جدا. بقيت متشوق ان انا مثلا هروح هناك امتى وازاي وبسرعة، وبقى عايز انط واطلع اجري عشان اوصل لها. هنا بقى نزلنا عشان نمشي له ونروح له ده كله بعد ما ركبنا عربية وطب الموضوع ده كله لسه ما وصلناهوش برضك. لان احنا عند بص للجزء التاني عن عمك ابو الهول ولا واحد. انت اهو انت مع حبيبي هنا على يما يا دين امي. سمالة بص اللي كانوا بيعملوها اي كلام اهي اللي كانوا بيتدربوا فيه الحقيقية اهي ورا بعضها. اه اللي كانوا بيتدربوا فيها اللي هم ورا دول. اه خوفو وخفرع ومنكور حفظ لسه الكلب. واحد ورا قدام هنا كمان. لا لا ده كبير. اهو لا ده كبير. خوفو خفرع بكر على الحلاوة دي. يلا يلا تعالى اصورك. يخرب بيت حلاوة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. لما اصورك مرة كده لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ايه ده وش يمكن يوم ما جيتي. لا لا يا جدعان تعالوا اوريكم حاجة يعني حاجة فريدة من نفسها. راح فين؟ اهو هناك اهو شايفينه؟ هو ده هو ده. شفت شجاك الجامد. استنى شوف بيصور. تطلع انت جامد. شوف دي مقابر بقى، في دي مقبرة ودي مقبرة ودي مقبرة. هناك هناك. وهنا بقى قررت اركب الخيل بقى، شوف جماله وحلاوته وهداوته وجماله. حاجة كده جميلة اوي 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 اوي. طيب حلو، ركبت الجمل اهدى؟ لا ما اهداش انا، لا انا عايز اركب ركبت الفرس قصدي اهدى؟ لا لازم اركب الجمل راح. هنا بقى لقيت اجنبي ماشي في امان الله، اسيبه؟ لا لازم اقعد انكش فيه.
اوريك النطه الجعانه وانا بركب النهج اياه. لسه هقول له بقى يا اسطى ارفع جامد بالراحه يا لهوي. لسه هلف اللفه. تعالى انت. وبعد ما ركبنا الجمل تعالوا نوريكم الصور بقى في النهايه.